السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا اللي متابعينا. النهارده ان شاء الله حبينا ان احنا نعمل لكم ريفيو على اكتر لون الناس بتطلبه اللي هو الفانيلا لاتيه 15 19. فالريفيو هنعمله لكم من قلب المعرض من جوتن بعد ارتفاع الاسعار وبعد الاسعار الحالية، علشان في ناس تبقى عارفة وهي رايحة تجيب اللون من جوتن تبقى عارفة الرينج بتاعها هيكون في متوسط كام. في ناس كمان مفكرة ان جوتن عندها خامة واحدة او خامتين اتنين، لا هي طبعا فيها عائلات، فيها الانواع اللي هي الرخيصة اللي هي تتماشى او ممكن نقارنها بالانواع اللي في السوق، وفيها انواع ما ينفعش ان احنا نقارنها بالانواع اللي هي موجودة في السوق. فمعانا طبعا النهاردة الاستاذ ابراهيم المسؤول عن معرض الزهراء في جوتن بركة السبع. اهلا بك يا استاذ ابراهيم. اهلا بحضرتك يا شيخ ابراهيم، تشرفنا طبعا. الله يحفظك. منورنا والله. الله يخليك. ممكن تبص في الكاميرا وتعلي صوتك. انت بتسأل على لون، مثلا هنتكلم في لون الناس كلها بتستخدمه. أيوة. مثلا زي لون الفانيليا لاتيه. هو لون الفانيليا لاتيه دي مش درجة، ده لون اسمه كده عندنا في الشركة، اسمه فانيليا لاتيه. طيب ثواني ممكن اعلق. في ناس كتير يا جماعة ممكن تاخد اسم الفيلا لاتيه وبتروح شركات تانية وللأسف بياخدوا لون غير اللون لأن الكود مش عندهم أصلا. ما هو احنا عايزين ننبه لكده ان الاسم ده بيكون خاص بجوتن. ممكن تلاقي نفس الدرجة بس ليها اسم تاني في شركات تانية. هي مش نفس الدرجة، استحالة تبقى نفس الدرجة. ما هي هو استحالة. حتى لما العميل بيروح لحد تاني بيحاول يقرب له ويقول له نختار دي ونختار دي من كتالوجه او كارتلته، فبالتالي ما بيطلعش الدرجة بتاعت الفانيليا لاتيه اللي صورها مالية النت واللي الناس عارفاها بيها، لان هي درجة جوتن مش درجة شركة بعد كده تانية. العميل يقول احنا جبنا فانيلا لاتيه وما طلعتش هي اللي موجودة على النت او هي اللي موجودة في جوجل او طلعت مختلفة عن الدرجة اللي احنا عاوزينها. لازم الشركة اللي حضرتك بتتعامل معاها. وبعدين شركة جوتن رقم واحد في العالم في مجال الدهانات، هي مش بتخاطب فئة واحدة، هي بتخاطب فئات كتير. وفي حاجة تانية كمان يا جماعة، الجوتن الصبغة مهمة جدا، فانت لما بتروح شركة تانية الصبغة طبعا بتختلف، ما هيش صبغة جوتن، فطبيعي لازم ولا الخامة، فطبعا لازم ان الدرجة تختلف معاك 180 درجة. ايوه طبعا ده حقيقة. فانت مثلا عندك فئة اللي هي الفئة اللي حضرتك قلت عليها من شوية ان هي بتنافس الموجود في السوق بأيا كانت اشكاله او فئاته او اسعاره. الفئة دي في جوتن اسمها عائلة دروسان. دروسان دي بيبقى فيها دروسان اكشن، وده الاعلى جودة مقارنة بالسوق بره خالص. هو اعلى جودة منهم سواء مط او نص لامع وناصع البياض وقابلية سهلة للتنظيف واللمعة طبعا ممتازة لو في النص لامع. طيب هو الاستاذ ابراهيم دلوقتي بيتكلم على الدروسان اكشن اللي هي اقل فئة، الفئة الاقتصادية. اقتصادية لان هي تعتبر زيها زي الفئة اللي هي الشعبية او اللي ماشية في السوق كله. تمام. بس بالنسبة ان جوتن تطلع منتج اقتصادي او سعره اكيد هو جودته اعلى من اي منتج منافس تاني. تمام. في منها المطفي، وفي دروسان اكشن مطفي، وفي دروسان اكشن نص لامع، وفي برضه اللهم صل على النبي ربع لامع. تمام. ويعني بي في منه الدروسان العيله كلها مطفي ربع لامع نص لامع. في بقى ان انت مثلا بتبص لسعر البستله ملونه في الدروسان مثلا، وتبص لسعر بستله ملونه من شركه اخرى ايا كانت نوع الشركه. هي الفكره ان جوده المنتج والتلوين. يعني مثلا عندي بستله الفانيليا. طيب احنا ممكن نعمل ريفيو كده سريعا عشان الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي تبقى عارفه برضه رينج الاسعار ايه عشان ما يتوهوش مننا. هنبدا مثلا بالدروسان اكشن. لو بستله مثلا فانيلا لاتيه اللي هي ال 15 19 تعمل كام في الدروسان اكشن؟ في دروسان اكشن مطفي وفي دروسان اكشن نص لامع. لو انا مثلا طيب. انت هتعوز يا نص يا مطفي. ممكن تعمل كام في المط وممكن تعمل كام في اللامع؟ تعمل في المطفي 640 جنيه. ده سعر مكنة، يعني ده سعر الشركة الرسمي. تمام. اي سعر مخالف ده بيبقى من صاحب المعرض بقى معاه بيزود بينقص. لكن السعر الرسمي للشركة المكنة قدام حضرتك انت بتبقى شايف
سعر الحاجة قدامك اصلا. هو طبعا الاستاذ ابراهيم قصده ان سعر جوتن بيكون لسه موجوده على الكمبيوتر. المستهلك سواء ملونات او ابيضات هي تمام. كلها سعر واحد. تمام، يعني هو قصده ان ده سعر موجود سيستم على مستوى الجمهوريه، ان المفروض السعر اللي هو بيقوله هنا زيه زي الصعيد، أي زي مكان. القاهره، زي التجمع، زي اي مكان. هو في طبعا أي بيقول مكان. كلام مسؤول عنه عن المعرض بتاعه هنا اللي هو فرع الزهراء بركه السبع المنوفيه. طيب قلنا المط الدوسان مط المط دروسان ب 640. 640. والنص. ماشي ماشي، مفيش مشكله. زي ما قلنا لحضراتكم ان شاء الله هنعمل ريفيو، فالاستاذ ابراهيم هيتفضل ويقول لنا ايه الاسعار اللي هي موجوده في جوتن حاليا. وطبعا الاسعار ديت ما هياش ثابته، زي ما احنا عارفين ان في ارتفاع كل فتره، بس الاسعار دي اللي هي موجوده النهارده في الوقت الحالي. لكن ممكن بعد فتره لو حصل تغيير تاني في الاسعار ممكن نعمل ريفيو تاني، وممكن نعمل تحديث تاني للاسعار علشان خاطر برضو الناس تبقى عارفه اول باول الاسعار اللي ماشيه ايه، وتبقى عارفه الرينج بتاع شقتها هيكلف كام، او بتاع الفينش بتاعها هيكلف قد ايه او كده. تمام. اتفضل يا استاذ ابراهيم، ممكن تقول لنا من البدايه من اول الدوسان لحد الفينوماستيك اللايف او اللوكس. زي ما قلت لحضرتك الدروسان دي الفئة اللي بتنافس المنتجات اللي هي اللي دارجة في السوق. تمام. ففي الدروسان لو هنبص ان العميل يختار درجة من جوتن، درجة فانيليا لاتيه من جوتن كودها تمام. 15 19، تمام. واختار الدرجة. بيبص للمنتجات انا عايز اجيبها بايه. انا اقول لك ان في فئة عائلة الدروسان زي ما قلت لك. احنا الريفيو بتاعنا هنعمله على درجه واحده اللي هي الفانيلا لاتيه، وممكن بقى العميل يقيس عليها. ممكن هو يقيس عليها الدرجات اللي هو يختارها. طبعا هيبقى في اختلافات بسيطه حسب الصبغه. بالظبط، على حسب الصبغه، واختلافات بسيطه ما بتكونش تمام. مبالغ فيها يعني. تمام. على حسب برضو درجه اللون. ماشي. فاحنا بنقول مثلا في عيله الدروسان حضرتك هتبص هتشوف سعر الباستيلا مطفي تمام. في الدروسان اكشن ب 640 جنيه. تمام. ملونه لون الفانيلا تي بنص لامع، في قصدي الربع لامع ب 745 جنيه. بكلمك 640 جنيه 745 جنيه. النص لامع ب 920 جنيه. يبقى كده معانا الدوسان فيه مط. درجة كمبيوتر درجة فانيليا تي 15 19. يبقى معانا الدوسان فيه مط وفيه ربع وفيه نص، زيه زي الفينوماستيك، زي عيلة الفينوماستيك. طيب نطلع بقى لعيلة الفينوماستيك. بس اقول لك برضو سعر الباستيلا بيضة في دروسان اكشن مطفي. الباستيلا البيضة اللي هي بتشطب بيها الاسقف اللي هي غير قابلة للتلوين، تمام. دي بتبقى ب 580. ديت الدوسان بيها اسقف. اللي احنا بنشطب بيها الاسقف. احنا بنتكلم في العيلة يعني الجوتن تمام. الدروسان. فالدروسان اكشن كتشطيب لو حد بيستخدم خامة اقتصاد ومثلا هنشطب اسقف، فالنسبة بالدروسان اكشن ب 580 بياض ناصع برضو وحاجة عالية. هي ديت من شغلنا احنا من شغلنا احنا ومن تجربتنا احنا. البياض بتاعها ناصع جدا، الحبايه بتاعتها ناعمه جدا، سهله النظافه، ما بتبصمش. يعني انا في كهربائيه كتير كانت تخش تشتغل ورايا يفتكروا ان انا مدي السقف مثلا حاجه تمنع التبصيم، فيقول انت مدي لها حاجه. اقول لهم ليه؟ يقولوا اصل احنا بنمسك السقف واحنا شغالين ما بيبصمش معانا ولا اي حاجه. فدي طبعا اقل حاجه في جوتن، ومع ذلك ما بتبصمش ولا بتتلحوز بسهوله ولا بتتوسخ بسهوله. ندخل بعد كده على الفينوماستيك. ندخل بقى على عيلة الفينوماستيك. وحاجة أول ما نتكلم فيها إن مفيش عيلة أو مفيش منتج منافس للفينوماستيك حاليا بره. هو كلها منتجات بتحاول تقرب، لكن كجودة خامة مفيش منافس. فعشان كده احنا هنتكلم في أسعار. لو بصيت لمنتج بره ما هو تعقيبا أسعار مقاربة يبقى انت بدون تفكير تاخد جوتن. ما هو تعقيبا على كلام حضرتك ان الناس بقى بتخاف من حته ان ملهاش منافس او كده، فاحنا عايزين نعرفهم الاسعار عشان يبقوا عارفين برضو ان الرينج مش الاوفر، مش الاوفر اللي هم مخضوضين منه. لا، في الوضع الحالي مش اوفر خالص. ده كلها فروقات بسيطه، بتتكلم في 100 200 300 يعني. أيوة. كلها حاجات انت لو بتشتري درجة اللون دي من اي منتج منافس او شركة منافسة، انت هتبص على الاسعار عندهم هتلاقيها متقاربة خالص. خصوصا اكيد طبعا. انا شركة عالمية مش بنزود يعني الزيادات عندنا مش على الفاضي مش على تمام. يبقى انا كعميل مثلا لو جيت لقيت الفرق بين الباستيلا مثلا في جوتن وبين اي منافس تاني او بين اي شركة تانية 200 300 جنيه، لا يبقى هجيب جوتن افضل واحسن. شركة طبعا عالمية معروفة. يا شيخ ابراهيم راجل نقاش اشتغلت
بجميع الخامات وعارف أيوة. جودة دي، وشركة المنافس انت اشتغلت بيها وعارف جودتها شكلها ايه. فانت اما بتنصح العميل بتقول له هات جوتن ده لمصلحته هو اولا. انا عن نفسي طبعا بحطها في المرتبة الاولى في اختيارات العميل، بعد كده وبحط له اختيارات تانية هو عاوز يختار زي ما هو عاوز، مفيش مشكلة. ولو بصيت لمجمل الفرق بقى في النهاية لا يذكر، مقابل ان انت بتاخد حاجة جودة وعمر افتراضي اطول و فكل ده مش من فراغ. عيلة الفينوماستيك بقى عشان نبدأ. سريعا نقول ماشي. برضو كده، في عندك فيها اللي هي المطفي. نبدأ بالمطفي. ماشي. المطفي فيه فئة اسمها بيتي مط هوم، ودي اعلى يعني من مط عالي، تمام. جودته عالية جدا، قابل للغسيل، بزيرو مط ده طبعا للي هو حابب ان هو يشطب مط وبيكون خايف من مقاومته للميه ومقاومته لعوامل الاحتكاك، فده اعلى من الدوسان، ده مقاومته عاليه جدا. عالي جدا. ده في كمان ده اعلى فئة مط، يعني هو دلوقتي الريتش مط ده زيرو لمعة، مش مفهوش لمعة. تمام. في منه طيب. فئة عالية وفي منه فئة اقل شوية، فينوماستيك برضه. تمام. 1815 ده سعر الباستيلا في الريتش مط. الفانيلا لاتيه. في الفانيليا لاتيه ملون، تمام. انا بتكلم على الملون. تمام. 1815 ده سعر الريتش مط. ماشي. في حاجة تانية بقى مط في اسمها فينوماستيك ايميلشن مط، ودي بتقل شوية في السعر، تمام. سعرها عامل 1410 برضه درجه الفانيلا. درجة الفانيليا. الاسعار دي يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليها كلها درجه الفانيلا لاتيه. بالظبط. انا بتكلم كمان ان احنا بنتكلم في فينوماستيك بيتي مات فوم اللي هو زيرو لمعة. تمام. حاجة قابلة للغسيل، متكرر، عمر افتراضي اطول، مفيش تغيير الوان، ما يعني كل المواصفات اللي انت بتتكلم فيها تمام. على منتج مط موجود فيها. ماشي. في المنتج برضو اقل منه سنة ب 1410 اللي هو الايميلشن مط. تمام. ده بالنسبة لفئة المط. هنتكلم تمام. في احنا في عيلة فينوماستيك. تمام. هنتكلم بقى على الربع لامع اللي هو اسمه بيتي سلك، تمام. ماي اللي هو هوم 7%. سلك، اللي هو بيبقى 7% لمعة تمام. تقريبا. تمام. ده برضو جودة محترمة، قابل للتنظيف السهل، أيوة. وقابل طيب. ومعدل فرد. ده سعره يعمل كام؟ ده عامل 1455. 1455. اظن ده بالنسبه لاسعار الكمبيوتر اللي موجوده في السوق على مستوى الشركات لا هتلاقيه ده في قريب 100 جدا. جنيه، 150 جنيه. ده كده اقرب حاجه. ماشي. عندك بقى احنا بنتكلم في كل ما جودة البستلة بتعلى، اللي هو انت بتدفع مش سعر كده للفراغ، لا، في معدل فرد بيزيد. ايوه. معدل فرد، معدل تغطية، نعومة البلاستيك نفسه، زهوة اللون فيه، كل الحاجات. وثبات اللون، ثبات اللون لفترات طويله تدوم لسنوات كتير. طبعا. وكل دي امكانيات بتفرق، يعني انت مش دافع في اللون، انت مش دافع فلوس في اللون، أيوة. دافع فلوس في الخامة، في الجودة اللي انت هتاخدها، في الحاجة اللي هتستخدمها بعد كده وتعرف قيمتها. اكيد طبعا العميل اللي بيختار جوتن هو عارف هو بيختار ايه. لا، في عميل انا بكلم انا بخاطب دلوقتي العميل اللي ما يعرفش حاجة عن جوتن خالص. تمام. انا العميل جوتن عارف هو ايه جوتن، وعارف هو بياخد ايه، او عارف المكان او طيب. هو بيستخدم ايه بالظبط. انا بتكلم معاك عادي كأنك ما تعرفش حاجة خالص. تمام. ندخل بعد كده على النص. بعد كده بقى على النص لامع، اللي هو برضو فينوماستيك الالوان الناصعة، نص لامع، هو السيمي جلوسي. اللي هو سيمي جلوسي، اللي هو ايه سيمي جلوسي يعني نص لامع. تمام. ده الباستيلا فيه عاملة 1495 على درجة الفانيلا لاتيه برضو. تمام. ده بالنسبة للفينوماستيك الالوان الناصعة. تمام. تخش بقى على فئة فئة في الفينوماستيك برضو اسمها فئة المذهل، ودي اعلى فئة في الشركة تمام. او في العالم عموما. تمام. مفيش اعلى منها في العالم. احنا تمام. بنتكلم بقى فيها 3 فئات. ايوه. فئة المذهل، والمذهل حياة، ايوه. والمذهل راقي. تمام. اللي هو المذهل الاول العادي، هو لمعة المذهل بتبقى 12% لمعة وسطية بالنسبة للمذهل العادي والمذهل حياة. تمام. اما المذهل الراقي او المذهل لوكس فهو لمعته لا تتجاوز ال 4%، فيعتبر 3% لمعة، فيعتبر هو منتج مطفي. تمام. بالنسبة للناس اللي بتحب المط، بس في نسبة اللمعة دي خفيفة بتخلي زهوة اللون وفخامة اللون روعة. تمام. يعني بتخلي فيه حاجة كأنك عامل حاجة قيمة، سواء في المذهل عموما كله، في الحياة، في العادي، في الراقي. بس الحياة والراقي بيبقى فيهم مميزات اكتر،
ماشي، كل ده، كل اللي احنا بنحكي فيه كده قابل طيب. للغسيل المتكرر، غسيل ودعك. طيب نقول بقى سعرهم. المذهل عامل كام؟ المذهل عامل 1850. 1850 درجة الفانيلا. على المذهل حياة اللي هو يعتبر الناس بتقول عليه ربع لامع شوية ب 2140. على المذهل راقي ب 2080. يبقى مذهل حياة 2140، مذهل لوكس او راقي 2080. الفرق بين الاتنين طبعا في درجة اللمعة بس، لكن اكريليك واحد، خامة واحدة، مقاومة واحدة، كل الخصائص بتاعتهم واحدة. هو كل الفرق في ان لو حد ذوقه في المطيات بنختار له اللي هو اللوكس، حد حابب لمعة خفيفة بنختار له اللي هو اللايف. في ناس في دماغها ان النص لمعة ده اعلى حاجة، لا، النص لمعة مش اعلى حاجة. عندنا الربع لمعة او ال 12% المذهل لايف واللوكس دول اعلى حاجة في جوتن. تمام. كده احنا بقى لمينا السعر بالنسبة لدرجة الفانيليا لاتيه على المنتجات اللي الناس كلها بتستخدمها، واللي حضرتك بتاخدها وغيرك وغيرك وبيعملها، واللي الناس بتعملها كلها. دي طبعا الاسعار بتاعت النهارده في معرض جوتن الزهراء بركة السبع، شرق امام مستشفى بركة السبع. تحب تضيف حاجة للجمهور؟ والله أصحاب الجروب بتاعك انا انا مش حابب اضيف حاجة ولا حاجة، انت نورتنا. الله يخليك. والسعر دوت يعني انا بقوله لك عشان انا اي زبون بيخش لي بقول له نفس السعر. أيوة. واصلا المكنه هي اللي بتديني نفس السعر، انا شغال بسيستم، انا مش شغال من دماغي. تمام. واللي بيعرف الفرق، هي الفرق مش فلوس وخلاص، لا ده كل حاجه ولها تمن. انت بتاخد مثلا فئه الدروسان الباستيلا المط أيوة. ب 580 جنيه. انت لو رحت بقى تقارن وفرق فلوس، هو مش فرق فلوس بس عشان الناس ما تتوهش مننا. احنا عندنا هنا طبعا في المعرض في مصداقيه. الصبغات المستخدمه كلها صبغات جوتن، عشان ما حدش يجيب صبغه غير جوتن ويشتغل عليها، لا احنا الصبغات كلها جوتن. المعرض عندنا مصداقيه كبيره جدا. ما فيش عندنا ان مثلا اسعار تتقال وبعد كده تلاقي في كلام تاني. الاسعار اللي اتقالت دلوقتي هي اللي شغالين عليها في الوقت الحالي، لكن طبعا لو حصل اي تحديث ممكن الاستاذ ابراهيم يبقى نعمل معاه ريفيو تاني ويراجع تاني الاسعار، عشان خاطر برضه الناس تبقى متابعه وعارفه. الفترة دي انت مش فيش حاجة سعرها مستقرة اصلا بالنسبة. اكيد طبعا. ما هو ده عشان الشركة كده، عندنا بتنزل زيادة بالعافية، يعني بتقعد فترة. ما هو علشان كده احنا بننبه للنقطه دي. تمام. فطبعا الشركه بتكون اما بتيجي ترفع ما بترفعش زي باقي الشركات بنسب كبيره، لا طبعا هي بيكون فيه تخوف من السوق او تخوف برضو على العميل، فبترفع واحده واحده وبتشوف السوق هيستقر على ايه وبعدين ترفع فيه. بتشيل في الزيادة. الشركة ما بتحطش الزيادة كلها على العميل، لا الشركة بتشيل نسبة والله. يعني انت ما تبصلهاش، انت مقارنة بره في نسب زيادة كبيرة. يعني ممكن مثلا الشركات التانية ترفع بال20% و30%، هنقول مثلا جوتن ساعات ممكن ترفع 5% 6%، بتبقى نسبة بسيطة بحيث ان هو برضه ما يخسرش العميل وما يكلفوش اكتر. بالظبط هو ده اللي بيحصل يعني. وربنا يرزقنا جميعا والناس كلها تعمل كل حاجة حلوة ان شاء الله. اتشرفنا بك يا استاذ ابراهيم وباللقاء الجميل ده. يا شيخ ابراهيم الله يعزك. احنا طبعا بنشكر كل الناس اللي متابعانا من معرض جوتن الزهراء بركة السبع شرق امام مستشفى بركة السبع. وتنورونا في اي وقت، واي حد يتفرج على الفيديو او تبع القناة بتاع الشيخ ابراهيم هيبقى ليه ديسكاونت. وعينينا والله عينينا تحت امرك. الله يحفظك. الله يخليك. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.